اهلا بيكم في الفيديو بتاع النهارده فيديو جديد. حطوا لايك في اول الفيديو واشتركوا في القناه لو لسه مش مشتركين. يلا بينا نبدا الفيديو. طبعا انا عارفه وكلنا عارفين ان معظمنا الفيزياء دي بالنسبه لنا رعب كده وحاجه صعبه جدا ومستحيله ومش بنعرف نذاكرها ومسائلها صعبه وازاي هنحل عليها والكلام ده كله. النهارده انا جايلكم بالحل، هقول لكم ازاي هنخلي الفيزياء ديت ماده سهله جدا هنحل عليها ونحفظ القوانين ومفيش حاجه مستحيله. في الفيديو بتاع النهارده انا هقول لكم كل الكلام ده. تعالوا بقى يلا بينا نبدا واقول لكم انا بعمل ايه بالظبط. بص بقى، اول حاجه انا بتابع الفيزياء وبذاكر منها من على الموقع الخطه التعليميه اللي انا قلت لكم عليها في الفيديو قبل كده. بصراحه هي فيها كل المواد وانا بحب جدا ان انا بذاكر منها الاونلاين. لو براجع بذاكر منها دايما. فطبعا احنا دلوقتي المفروض ان احنا بنراجع عشان امتحانات الشهر وكذا، فعشان كده النهارده انا بقول لكم في الفيديو ازاي بقى هنراجع الفيزياء كده ونلمها علشان الامتحان بتاعه الشهر وبكل سهوله. الموضوع مش صعب خالص. دلوقتي انا كنت هنا بجهز الفيديو من على التابلت عشان ابدا اذاكر منه. بص بقى، بالنسبه ليا وانا بذاكر الفيزياء او بذاكر اي ماده عامه لازم يكون جنبي المذكره وكشكول بكتب فيه الحاجات المهمه، وكشكول تاني بحل فيه كده المسائل بالنسبه للمواد اللي فيها مسائل يعني. بحل فيه كده المسائل، فلازم يكون جنبي كشكول زي كده والاقلام. وده الكشكول بقى اللي انا كنت بلخص فيه وبكتب فيه الحاجات اللي بفهمها من الفيديو، يعني بلخص كده الموضوع عشان لما اجي اراجع بعد كده اراجع من المذكره وما اضيعش وقت كتير. فهنا كنت بكتب بقى التعريفات والقوانين والحاجات المهمه، ولو في رسومات برضو برسمها فيه. بصوا بقى، بالنسبه للاونلاين كويس ولا لا؟ هو كويس جدا ومش بيخليكم تضيعوا وقت كتير جدا في الدروس والمواصلات والطريق والكلام ده. هو بيختصر الوقت، مثلا لو الحصه ساعتين فانت بتشوفي الساعتين وانت في البيت وبتبقي قاعده. بس بيكون عايز التزام، لازم تكونوا ملتزمين بالحصه، ما ينفعش انتوا تفوتوها وتراكموها علشان مثلا تذاكروا مواد تانية في الدروس. لا، لازم تكونوا ملتزمين جدا فيه على فكره. وطبعا لازم تكونوا لوحدكم وتبداوا انتوا تركزوا بجد كانكم في درس فعلا وكأن المستر قدامكم، وبتحطوا جنبكم الاقلام والكشاكيل والحاجه وتلخصوا وراه زي ما انا هنا كنت بعمل. انا كنت بلخص كل الحاجات المهمه بكتبها علشان لما اجي اراجع بعد كده اراجع من الكشكول. بحب جدا جدا فكره التلخيص وانصحكم انتوا تعملوها. لو في ماده صعبه عليكم ابداوا انتوا تشوفوها من على اليوتيوب، راجعوها من على اليوتيوب الاول وبتكونوا بتلخصوا منها. يعني تكونوا بتلخصوا انتوا بتشوفوا الشرح في نفس الوقت، بتوقفوا زي ما انتوا عايزين وتكتبوا اللي انتوا عايزينه، وتقدروا ترجعوا الفيديو عادي زي ما انتوا عايزين برضو. فهنا بقى انا كنت بوقف وبكتب وبرجع اشغل تاني، وبعدين بوقف كتابه وافهم الاول وبعد كده اكتب. فاهمين؟ يعني مش بكتب كده وخلاص انا مش فاهمه، لازم تكونوا فاهمين اللي انتوا بتكتبوه الاول. ولو وصلت لحد هنا في الفيديو بجد عايزه اقول لكم ان انا بحبكم جدا، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. وبجد بصوا، الناس اللي بتطلب مني ازاي نذاكر دراسات، انا مش احسن حد اقدر افيدكم في الموضوع ده لان دي مواد ادبي. فانا صراحه انا بقدم المواد العلميه. انا مش عارفه بصراحه الدراسات والمواد الادبيه بتذاكر ازاي، بس هي بنفس الطريقه، يعني تعتبر بنفس الطريقه، لكن انا مش عارفه ادخل في تفاصيل عشان حاجه مش تخصصي فمش هينفع اتكلم فيها. فهي انتوا بتتفرجوا عادي على فيديوهات شرح وبتذاكروا وبتحلوا وبتلخصوا، وحاولوا انتوا تقسموا وقتكم وتراجعوا اول باول. هي نصايح عامه اي ماده عامه، بس ان انا انصحكم في الماده نفسها ازاي تذاكروها. دي مواد ادبيه وانا بصراحه مش تخصصي عشان اتكلم فيها. ودلوقتي بقى ماما شافتني وانا قاعده بذاكر وكده، فهي عملت لي شاي عشان اعرف اركز، عشان هي عارفه ان انا بحب اشرب شاي وانا بذاكر، بالذات الرياضه والفيزياء يعني. فهنا بقى كنت زي ما انتم شايفين كده بوقف وبكتب وبعد كده بشغله تاني. كنت بوريكم الحاجات اللي انا بكتبها وبلخص. بصوا في اخر الفيديو هتلاقوا التلخيصات اللي انا عاملاها دي عشان لو اي حد محتاجها، وكمان التلخيصات اللي انتوا كنتوا طالبينها مني في الانجليزي وفي العربي انا هعملها لكم ان شاء الله في الفيديو الجاي او اللي بعده، هتلاقوها موجوده برده في اخر الفيديو. والكومنتات بتاعتكم برضو هسيبها في اخر الفيديو عشان بجد الكومنتات بتبقى حلوه جدا جدا. فانا بشكركم جدا على الكومنتات اللي بتكتبوها دي، بجد بتشجعني جدا. واكتبوا لي كمان افكار فيديوهات تانية اعملها لكم الفتره اللي جايه. وان شاء الله هعمل لكم مراجعات وكده، فيديوهات وانا براجع وكده. بصوا بقى، دلوقتي هنا انا كنت خلصت تلخيص وكنت بوريكم الشكل بعد ما انا لخصت وكده. بجد بحب قوي ان انا الخص بالوان وكده، بجد بيبقى الشكل حلو جدا جدا جدا. فهنا كنت بوريكم بقى، انا هنا كنت لخصت الدرس في صفحتين بس، وهسيب لكم الصور بتاعت الصفحتين دول عشان لو حد محتاجهم يعني في اخر الفيديو هيكونوا موجودين. بس كده. فهنا بقى دلوقتي كان الجزء التاني من الفيديو كان حل بقى مسائل وتمارين وكده واسئله صعبه يعني. فانا بقى جبت الكشكول اللي انا بحل فيه، زي ما قلت لكم بيكون جنبي كشكول وقلم كده عشان هقعد احل بقى معاه. فطبعا كنت بوقف الفيديو وبحله بعد كده شغاله واشوف انا بحل صح ولا غلط. فبجد الموضوع ده حلو جدا جدا، جربوه.
دي بصراحه انا شايفه ان هي طريقه كويسه جدا في الفيزياء، ان احنا نحل اسئله كتير ونكون زي الرياضه بالظبط. لازم نكون عندنا افكار اسئله كتير نكون حلينها ونكون عارفين طرق الحل والقوانين. ده اصلا لما بتحلوا مسائل كتير بيكون بيدربكم على ان انتوا تكونوا حافظين القوانين كويس جدا. فهنا برضو كان في حاجه مهمه يعني، فانا كتبتها في الكشكول اللي انا بكون كاتبه فيه الحاجات المهمه. ما كنتش كتبتها فضفتها يعني في الصفحه اللي جنبها. وهنا بقى كنت بكمل حل، فهسيبكم على الفيديو بقى. ما تنسوش بقى لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو تقولوا لي رايكم في الفيديو، وقولوا لي كمان الفيديو الجاي يكونوا عايزين عن ماده ايه. وانا بقرا الكومنتات بتاعتكم كلها بجد، وبحب التعليقات بتاعتكم جدا جدا وبرد عليها. فما تنسوش يعني تقولوا لي في اخر الفيديو حابين اعمل لكم فيديوهات عن ايه الفيديوهات الجايه. وبس كده. هنا بقى انا كنت خلاص خلصت مذاكره الفيزياء، وهنا كنت بشيل الحاجه. طبعا زي ما قلت لكم بقول لكم دايما بعد ما تخلصوا مذاكره الماده اللي عليكم شيلوا الحاجه ورجعوا تاني كل حاجه مكانها، عشان لما تيجوا تذاكروا بعد كده يكون شكل المكتب نظيف ومش متكركب وتكسلوا بقى ان انتوا تذاكروا وكده. لا، يكون شكل المكتب يفتح نفسكم اصلا على المذاكره. فهنا انا كنت بشيل الحاجه بقى،
وطبعا انا حابه اشكر كل الناس اللي كتبت لي الكومنتات الحلوه دي، بجد الكومنتات عجبتني جدا جدا جدا، فانا بشكركم جدا. وكمان انتوا لو كتبتوا كومنتات هظهرها في الفيديو الجاي، فبجد انا بحبكم جدا جدا. وصلت لحد هنا في الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد انا بنزله. وهسيبكم في اخر الفيديو مع الصور التلخيصات اللي انا عملتها للفيزياء عشان لو اي حد ممكن يستفيد منها. وبس كده.